السلام عليكم. معقول اللي احنا شايفينه مع بعض ده؟ معقولة البياض القشطة ده طلع من الكرشة دي؟ حد يصدق ان البياض القمر ده طلع من الكرشة دي؟ طبعا مش مصدقين. تعالي بقى اقولك على المكون السحري اللي هيخليكي تنضفي الكرشة وتطلع معاكي بيضة قشطة كده. بس قبل ما ابدأ ما تنسيش تعملي لايك وشير وتشتركي في القناة، ونسمي الله ونروح نبدأ وصفتنا على طول. شايفين الكرشة السمرة دي؟ شايفين الكرشة دي؟ ايوه، خليكم فاكرين شكلها عشان مش هتشوفوا الشكل ده تاني. هجيب مية سخنة، مش بتغلي، سخنة قوي، ما تكونش بتغلي. هنزل عليها بمعلقة بيكربونات الصوديوم. هو ده المكون السحري اللي هتنضفي بيه الكرشة بمنتهى السهولة. هنزل بالكرشة على المية اللي فيها بيكربونات الصوديوم بالظبط دقيقة ونص، دقيقتين، وهتشوفي الكرشة بتتنضف معاكي بمنتهى السهولة. انا عايزاكي بس تركزي معايا كده شوية وبصي على الكرشة وشوفي. بصي ما كملناش الدقيقة ونص. انا طبعا مش مستحملة لان المية سخنة على ايدي. شايفين المية اللي فيها الكرشة لونها ما اتغيرش؟ لاني انا منضفة الكرشة دي كويس جدا قبل ما اعمل الخطوة دي. اهم حاجة انك تنضفيها كويس جدا قبل ما تعملي الخطوة دي. شايفين بتتقشر بمنتهى السهولة ازاي؟ كمان انا لابسة جوانتي فمش قادرة اتحكم فيها، وكمان المية سخنة. الكرشة علشان تتنضف معاكي بسهولة كده لازم تكون الكرشة طازة، وكمان تكون الكرشة بتاعت عجل صغير. ده كمان بيخليها تتنضف بسهولة جدا. الخطوتين دول مهمين جدا وانتي بتشتري الكرشة، انها تكون من عجل صغير وانها تكون طازة. ده بيسهل عليكي نظافة الكرشة. هجيب صينية وهفرد عليها الكرشة وهبدأ أجرطها بالمعلقة. أنا هنا مش هستخدم السكينة، أنا هنا هستخدم المعلقة، لأن المكون اللي استخدمناه خلاها سهلة جدا ومش محتاجة إن احنا نستخدم السكينة. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط بتطلع بمنتهى السهولة. الجزء بقى اللي هيبقى صعب معايا مش راضي يطلع، هرجعه تاني المية. بس أهم حاجة تكون المية سخنة، ما تكونش بردت وما تكونش بتغلي، سخنة بس. هفضل بقى اجرده كده لحد ما انضفها خالص. بيكون عندي في ظهر الكرشة دهون كده وبيكون فيها لون اصفر كتير، بحاول اشيلها كلها. لازم اشيلها وانضفها كمان من الظهر. ده الجزء التاني من الكرشة كمان هنضفه. بصوا هتنضف برضو بسهولة. بعد كده هاخد الكرشة دي واحطها في مية بليمون، ليمون كتير كتير جدا، واسيبها منقوعة حوالي نص ساعة كده. وبعد كده كيسها وحطها في الفريزر علشان الكرشة بتبوظ بسرعة، يعني تخلصي تنظيف فيها وتشيليها بسرعة في الفريزر على طول. اتمنى تجربوا الخطوات بتاعتي دي وتظبط معاكم. دعوة حلوة بقى من القلب ليا. تعالي بقى اوريكي الكرشة بعد ما نضفت بقى شكلها ايه. بقيت قشطة قمر. وكمان من الظهر، شايفين الظهر بتاعها نضف ازاي؟ شلت منه كل حاجة، ما سبتش فيه اي حاجة ولا دهون ولا اي حاجة صفرة. انا مش بحبها بالدهون، انتي بتفضليها موجودة فيها الدهون سيبي الدهون. انا مش بفضل فيها الدهون. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، بس ما تنسيش اللايك والشير. اشوفكم على خير.